الناشطة المدنية بدور الجراح من بغداد. كهذه الملتقيات الفكرية ضرورية جدا أنه تكون مستمرة ودائبة في عطائها. ليش؟ لأنه الفكر التحرري متعشق إلى الشباب، لازم يفهمه ونتعرف على أصحاب الفكر وأصحاب الثورات. عندنا جيفارا الثائر من كوبا، دائما نتمثل به، دائما الشباب يقتدون به. عندنا احنا ثوار، عندنا في هاي الرقعة موجود، ليش ما نقتدي بعبد الله أوجلان؟ رجل ثائر عنده فكر، صاحب رأي. احنا نسعى على أنه يجد فسحة من الحرية لينطلق، ليخرج من الزنزانة والإقامة الجبرية اللي هو يعني محكم بها. ندافع عن الحرية وندافع عن فكرة، ونزرع في روح الشباب هذا العزم حتى يكون دأبهم أنه يبحثون عن الحرية ومصير مشرق. الفكرة القائد عبد الله أوجلان ايش عطى المرأة العراقية؟ المرأة العراقية ايش كانت محتاجة وبهالفكر شافت؟ اعتقد من خلال عرض الفيلم اللي شفته انه يقول المرأة عليها ان تدافع عن حبها، لانه الحب هو الحياة. فجزء من هذا الدفاع هو عن وجودها، لأن المرأة هي جزء مهم من الحياة، بل هي الحياة كلها. إذا لازم تدافع عن وجودها بالحب، لأنه الحب يعني الزوج، يعني الابن، يعني الأرض، يعني حياة بأكملها. هذا ما قاله أو أنا استخلصته من الفيلم اللي طلع لنا قبل قليل. يقول ابحثوا عن حريتكم، ابحثي عن وجودك، ابحثي عن شخصك أيتها المرأة من خلال الحب. أعتقد الأوضاع السياسية المضطربة في هاي البقعة هي من أحكمت الزنزانة عليه كثير، وإحنا نشعر أنه الشباب في المنطقة الشرق الأوسط محتاجة لنموذج كعبد الله أوجلان، فشددوا الخناق على الزنزانة حتى يبقون الشباب يبحثون عن النموذج، والنموذج إن شاء الله يخرج، وإن ما خرج تبقى رسالته واضحة في مدوناته، في كتبه، في رسائله. هكذا كان جيفارا اللي هو قبل كثير من العقود اللي مضت، لكنه ما زال نهر عطائه مستمر. الصحفية إيمان اللامي من محافظة نيسان. جئت اليوم لحضور هذه الندوة الحوارية من أجل حرية القائد الأممي عبد الله أوجلان. فكر القائد ونظرته للأحداث التي تدور في العراق بصورة عامة، وما يخص المرأة العراقية بصورة خاصة. القائد لن ينحني أمام العالم، نستمد من هذه القوة، من هذا الصبر، من هذا التحدي، العزيمة والإصرار على الاستمرار من أجل نيل الإدارة الذاتية لشينغال وكردستان بصورة عامة، والحرية للمرأة العراقية. نستمد من هذا الفكر النير للقائد الأممي ودفاعه عن المرأة، ما يجعلنا أن نكون من المناصرين لقضية القائد عبد الله أوجلان. سبق وأن قلت لك أنه قوة القائد وإصراره على تحقيق الاستقلال الذاتي ينطينا القوة والعزم أن نجد مثل هذا الرجل الذي يكون مساند للمرأة العراقية. بالنسبة لشينغال من المناطق المتنازع عليها لأهمية هذه المنطقة الجغرافية، لذلك القائد يطالب بالإدارة الذاتية لشينغال والعراق بصورة عامة، تحقيق الإدارة الذاتية وإقامة دولة كردية راح يكون مصدر قوة للعراق بصورة عامة وللمرأة بصورة خاصة. نحن مستمرين في المطالبة بإطلاق السراح القائد أو السماح لمحامي بلقائه
ولقاء عائلته. نمر اليوم ندخل العام 26 على العزلة الفاشية للقائد عبد الله أوجلان. نحن من المناصرين، لذلك أقمنا بمبادرة نون لحرية القائد أوجلان، ومستمرين إن شاء الله في النضال إلى أن نحقق حرية القائد.